الترس بالعجوة. ليه بالغالي تشتريها لما انت ممكن تعمليها في البيت؟ مش هتكلفك ربع تمنها. عايزه اقولك اقتصاديه جدا وسهله جدا وبسيطه قوي، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود خالص. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده في منتهى الجمال. عايزه اقولك ان انت لو جربتي تعمليها في البيت عمرك ما هتشتريها تاني من بره. انا بصراحه ندمت على الفلوس اللي كنت بدفعها فيها لما حسيت ان هي اقتصاديه وسهله وبسيطه جدا، حاجه كده في منتهى الجمال. احلى واطعم من بتاعه الافران بجد الف مره. يلا بينا نشوف الطريقه. يلا نبدا بسم الله ونصلي على الرسول. عندي هنا كوبايه حليب دافي، هضيف عليهم 2 معلقه من السكر. عايزه اقولك ان السكر هنا مظبوط جدا، ما تقلقيش مش هيبقى مسكره ولا حاجه. معلقه من الخميره الفوريه، دوبتهم كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين كده، دوبيهم لحد ما السكر يدوب معاكي. هضيف عليهم معلقه من حليب البودر، ودي طبعا اختياري، يعني مش عندك مفيش اي مشكله خالص، تقدري تستغني عنها. هنزل عليهم بنص كوبايه من الزيت، دوبتهم بقى كويس جدا مع بعض. هضيف عليهم رشه من الملح زي ما انتم شايفين كده، رشه صغيره جدا من الملح، ومعلقه كبيره من الخل. اخلطي بقى المكونات السائله دي كلها مع بعض زي ما انتم شايفين كده. هضيف عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، هنا طبعا البيكنج باودر علشان يخلي العجينه بتاعتي هايشه. شايفين؟ عندي هنا 3 كوبايات ونص من الدقيق، بس انا هنزل ب3 كوبايات بس عشان اشوف العجينه هتبقى معايا عامله ازاي، هحتاج النص كوبايه ولا مش هحتاجه. هضيف اسيبه كده على جنب. وقلبت بقى المكونات دي كلها زي ما انتم شايفين كده مع بعض. عايزه اقول لكم ان العجينه دي بتبقى طريه بس في نفس الوقت مش بتلزق لا في ايدك ولا في البوله، يعني انت طلعي ان العجينه تبقى طريه معاكي، ما تقلقيش منها، بس تكوني ضامنه ان هي مش بتلزق منك لا في ايدك ولا في البوله. هنا بقى حسيت ان العجينه طريه معايا بزياده قوي، حطيت النص كوبايه من الدقيق. يبقى انا كده احتاجت 3 كوبايات ونص من الدقيق بمعادل نص كيلو بالظبط. عجنت العجينه كويس جدا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. طول ما انت حاسه ان العجينه زي ما انت شايفه كده وشها مش مظبوط معاكي وخشنه كده، تقدري تعجني فيها كمان، هتطلع معاكي نتيجه هايله. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ انا عجنتها كويس جدا جدا وغطيتها وسبتها لمده ساعه بالظبط تخمر معانا. هركنها بقى على جنب وتعالوا بينا نشوف بقى العجوه بتاعتنا. سميها بقى عجوه، سميها معجون التمر، اي حاجه. عايزه اقول لكم ان هي بتبقى لذيذه جدا وطعمها في منتهى الجمال. انا جبت هنا حوالي ربع كيلو من العجوه وحطيت عليه معلقه كبيره من السمنه البلدي زي ما انتم شايفين كده، علشان السمنه البلدي طبعا تطعمه. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ ابتديت اعجن فيها جامد جدا جدا لحد ما تفك في ايديا والسمنه تختفي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، سهله جدا ما فيش فيها اي صعوبه خالص. هنا كانت السمنه بتاعتي اختفت في قلب العجوه خلاص تماما زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى اعجنها كويس جدا والمها كده في ايديا، شايفين اكنها عجينه بالظبط. سيبيها بقى على جنب وخدي منها قطعه بقطعه صغيره. ابتديت بقى بططها كده بين كفوف ايديا زي ما انتم شايفين، واعملها اقراص زي ما انتم شايفين صغيره كده، سهله جدا مفيش فيها اي صعوبة ولا اي مشكلة خالص اهوت. شايفين؟ بتتشكل معاكي بكل سهولة وطريقة، مفيش فيها اي صعوبة. ابتديت بقى اعملها اقراص زي ما انتم شايفين كده، وحاولي تخليها كلها قد بعضها زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، سهله جدا بجد. عايزه اقولك ان انت ممكن تحشي الترسه دي او الفطاير بتاعتنا لو انت مش حابه العجوه، ملبن، جبنه، اي حاجه انت عايزاها، شوكولاته، مفيش اي مشكله خالص. هنا كنت خلصت الكميه بتاعتي اللي عندي كلها زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. والعجينه بتاعتي كانت خمرت معانا زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. فضيت العجينه على الرخامه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وابتديت بقى اعملها رول زي ما انتوا شايفين كده، واقطعها قطع متساويه قد بعضها. حاولي تخلي القطع كلها قد بعضها زي ما انتوا شايفه كده. وابتديت بقى اخد العجينه بتاعتي والفها كده على كفوف ايديا كده زي الكوره، بحيث اسويها كلها تبقى واخده شكل الكوره بالظبط زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، او زي ما بيقولوا بالبلدي. ابتديت بقى اقرص العجينه بتاعتي والمها كده بالظبط زي ما انتوا شايفين. لو انت مش عارفه تعمليها بين كفوف ايديكي ممكن تحطيها على رخامه وتلفيها برده زي ما انت شايفه كده بين كفوف ايديكي، هتطلع معاكي بكل سهوله، تاخد الشكل اللي هو الكوره ده بكل سهوله، مفيش فيها اي صعوبه ولا اي مشكله خالص. هنا كنت خلصت الكميه اللي عندي زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نشكل الترس بتاعنا الشكل المعتاد اللي احنا متعودين عليه، الشكل القمر اللي بنشوفه كلنا في الافران. عايزه اقول لكم ان تشكيله سهل جدا، مفيش فيه اي صعوبه ولا اي مشكله خالص. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ سهل جدا جدا اهو.
مفيش فيه اي مشكله ولا اي صعوبه، سهل جدا جدا تقدري تطلعي الشكل اللي احنا متعودين عليه. شايفين بسم الله ما شاء الله حاجه كده في منتهى الجمال. طبعا جبت صينيه فيها زيت وحطيتها بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده، لازم تدهني الصينيه زيت. جبت بقى قطعه من العجين وحطيت فيها كوره من العجوه زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، وابتديت بقى احطها فيها واقفل عليها زي ما انتم شفتوا كده معانا. شايفين بسم الله ما شاء الله. وبططتها كويس جدا جدا وحطيتها بقى كده، وجبت بقى كل ربع على 2 زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، سهل جدا. شايفين انا كده فردتها اهيت وحطيت فيها قطعه من العجوه بتاعتنا وقفلت عليها كويس جدا 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 اهوت. وسويتها طبعا الشكل اللي هو الدايره ده كده. جبت بقى السكينه بتاعتي او اي حاجه عندك وتقدري بقى تقطعي كده يعني على 4، وكل ربع تاخديه على 2. شايفين بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه كده اهو، سهل جدا جدا مفيش فيه اي صعوبه. شايفين اهو، شايفين بسم الله ما شاء الله حاجه كده في منتهى الجمال، سهله بجد جدا 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 اهو. تقدري بقى تقطعيها كده بالسكينه وتسيبي الحته اللي في النص تبقى ماسكه بعضها زي ما انتم شايفين كده. بس عايزه اقولك يعني ما كنتش متحكمه فيها بصراحه كويس جدا علشان كنت بصور طبعا اهو. وابتديت بقى الم الطروف كده زي ما انتم شايفين اكنها شكل ورده بالظبط. سهل جدا جدا بجد مفيش فيه اي صعوبة خالص خالص، تقدري تشكليها بكل سهولة جدا. وطبعا بعد ما خلصت الكمية كلها اللي عندي زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، هبتدي بقى كده اسيبها تخمر بالظبط حوالي ساعة تستريح زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله بالجمال والحلاوة دي. شايفين سهل جدا ما اخدش مني وقت خالص ولا مجهود بجد اهوت. تعالوا بينا بقى ندهن وش الفطاير بتاعتنا. جبت هنا عندي ربع كوبايه من الحليب زي ما انتوا شايفين كده، وضفت عليه ربع معلقه صغيره من النسكافيه. المتوفر عندك حطي، ممكن تحطي ربع معلقه صغيره من القهوه لو انت متوفر عندك، او ممكن تحطي حليب بس مفيش اي مشكله خالص. ممكن لو انت عندك معلقه قشطه كبيره تقدري تدوبيها في ربع كوبايه الحليب وتدهني وش الفطاير بتاعتك. اي حاجه عندك مفيش اي مشكله. زي ما اتفقنا الوصفه بتاعتنا كلها من غير بيض، فانا هكملها من غير بيض للاخر عشان ما تبقاش مكلفه طبعا. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله حاجه في منتهى الجمال. عايزه اقولك تحسي ان الفطاير بتاعتنا زادت شويه كده لما انتي سبتيها تخمر، وطبعا بتزيد اكتر واكتر لما بتخش الفرن. شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزه اقولك ان انا حطيت في النص كده شويه من السمسم، بس مع الاسف المقطع ده نسيت اصوره خالص. في نص الفطاير بتاعتنا اهيت شويه كده صغيرين من السمسم. شايفين بسم الله ما شاء الله. دخلتها بقى الفرن، حطيتها على رف الوسطاني على درجه حراره 160 زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. تاخد لون من تحت، واول ما تاخد لون من تحت هشغل عليها الشوايه من فوق. عايزه اقول لكم طالعه في منتهى الجمال بجد. شايفين شكلها بجد تحفه، وكانت ريحتها هايله بجد. عايزه اقول لك ان هي اوفر كتير جدا جدا من ما بتشتريها من الافران، وسهله جدا جدا واقتصاديه جدا جدا جدا، وطعمها فوق الخيال بجد. شايفين الشكل النهائي بجد مبهج. عايزه اقول لك اطفالك هيفرحوا بيه جدا. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك اشعار بكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.